يا مساء الفل، عاملين ايه؟ ازيكم؟ يلا بينا مع بعض نبتدي المشكله بتاعتنا النهارده عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بس قبل ما نبتدي المشكله يا ريت تعملوا لي لايك وشير للفيديو وكومنت كده حلو من عندكم، قولوا لنا رايكم في المشكله بتاعت النهارده واعملوا لي اشتراك في القناه. يلا بينا مع بعض نشوف المشكله بتاعت النهارده. انا مراتي مش بتخلف، متجوزين بقالنا 6 سنين ومفيش فايده، وحاولنا كتير بالادويه وعمليات ومفيش فايده خالص. اخدت قرار بقى اني هتجوز وهي وافقت على طول، لان ده حقي، لاني ما قدرتش استحمل شعور ان خلاص هفضل طول عمري من غير عيال. عادي، في ناس كتير قوي ما خلفتش وعايشين سعداء يعني مع جوازاتهم ومع مراتاتهم، والعيب منها وهي فاهمه ان ده مش من حقها ان هي تعترض. اتعرفت على زميلة معايا في الشغل وحبينا بعض بسرعة كده ما شاء الله. وعملت لها تحاليل وطلعت كويسة، بس كان شرطها علشان الجوازة تتم انها تعيش في الشقة لوحدها. وانا صراحة ما كانش معايا فلوس اجيب شقة تانية، فما كانش فيه قدامي غير الشقة اللي مراتي عايشة فيها. يا سلام. آه فانا قلت لمراتي عيشي في شقة اهلك علشان العروسة عايزة شقة لوحدها. اللهم صل على النبي. وانا مش معايا فلوس اجيب لها شقة، فقالت لي هعيش فيها لوحدي. لان اهلها ميتين من 13 سنة، واللي ربتها جدتها وبعدين ماتت. وقالت لي ده بيتي انا، وشدنا مع بعض واتخانقنا خناقه كبيره جدا، وقلت لها لا ده بيتي انا، خدي عفشك واتكلي على الله وروحي اقعدي في شقه ابوكي وامك. وبعدين وهبقى بين كل فتره والتانيه كده هجيلك وهسال عليكي. لا كتر الف خيرك والله، وهبعتلك فلوس كل شهر واعتبري نفسك اتجوزتي في الشقة دي. وفعلا قعدتها في بيت اهلها واديت لها عفشها. وانا اتجوزت من 7 شهور ومراتي دلوقتي حامل في 4 شهور. فبصراحة بقى انا حياتي دلوقتي كلها بقت مع مراتي التانية، والاولى دي ما بقتش بروح لها خالص غير كل فين وفين، وانا لقيت نفسي مع مراتي التانية وحاسس بالجو الاسري، وهيبقى ليا طفل، فحاسس ان الاولى دي ما بقاش ليها لازمة تبقى على ذمتي. انا خلاص مش عايزها وما بقتش بشوفها كتير، فقررت اني هطلقها. ده قررت كده مع نفسك؟ يعني انت خدت القرار لوحدك؟ ففي ناس قالت لي حرام. طب حرام ليه؟ هو مش من حقي ان انا اتجوز؟ وبعدين انا مش عايزها خلاص، ولما هطلقها هديها كل حقوقها. هل كده انا ابقى ظالم؟ يعني انا مش عارفه اقولك ايه بصراحه. كلمة ظالم دي شوية، لان الست مش ذنبها ان هي ما بتخلفش. وبعدين هي لو حضرتك كنت في مكانها، لو حضرتك كنت ما بتخلفش، عمرها ما كانت هتسيبك وتقولك معلش انا عايزة اخلف، انا عايزة اروح اتجوز حد تاني غيرك عشان اخلف منه. ايه الظلم ده؟ ايه منتهى الظلم اللي حضرتك فيه ده؟ يعني مش كفاية حضرتك ان انت طلعتها من بيتها اللي اتجوزت فيه وديتها في بيت اهلها، وكمان ما بتروح لهاش الا كل فين وفين، واكيد برضو مش بتديها فلوس مصاريفها اللي تكفيها؟ يعني ده منتهى الظلم. ده ربنا ما قالش كده يا اخي، حرام عليك، ليه بتعمل كده؟ يعني الست ما عملتش فيك حاجه وحشه، كل ذنبها ان هي ما بتخلفش وحاجه مش بايديها. ولما اتجوزت وحبيت عليها ما اعترضتش، ولما طلعتها من بيتها ووديتها بيت اهلها ما اعترضتش. يعني كانت يعني راضيه بالامر الواقع. بعد كل ده كمان عايز تطلقها؟ ما اكيد هي بتحبك، بدليل ان هي وافقت على كل ده وسابتك تعمل فيها كل ده، فجزاها في الاخر ان انت تسيبها كده وترميها. حرام عليك والله. إيه يعني انا مش هقول لك لا حرام ما تطلقهاش وبتاع، لا طلقها، لان هي بجد انت ما تستحقهاش، هي تستحق حد احسن منك بصراحة. يعني انا بطلب من حضرتك بجد ان انت تطلقها، لان هي يعني هتتظلم ظلم كتير جدا جدا معاك، اكتر من الظلم اللي هي اتظلمته دلوقتي. فالافضل ليها ان هي تتطلق منك، وده انا بطلبه من حضرتك. يعني انا ما بحبش خراب البيوت وما بحبش الطلاق، بس واضح ان حضرتك مش فارق معاك خالص. فالافضل فيها ان هي تتطلق فعلا وتشوف حد يقدرها وتتجوز حد يعرف قيمتها كويس ويحطها فوق الراس. فارجوك طلقها وسيبها تشوف حياتها مع حد تاني يكون افضل، ويقدر يسعدها ويقدر يعيشها عيشة كريمة مرتاحة، وما يظلمهاش الظلم اللي حضرتك ظلمته لها ده. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهارده. ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو، كومنت حلو من عندكم، قولوا لنا كده رايكم في المشكله بتاعه النهارده، واوعوا تنسوا تعملوا اشتراك للقناه. اشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه.